بُص شوف بيودّعوا إزاي المغاربة طقم الضيافة اللي موجود في مقر الإقامة في المغرب في أغادير، والفريق المنتخب المصري مسافر لمكان إقامة تاني عشان يلعب إن شاء الله مع السنغال. بُص الجمال، بُص جمال المغاربة وهُم بيودّعوهم وبيسلّموا عليهم وعاملين لهم ممر شرفي، واللعيبة بتسلّم عليهم وبتضحك وبتشكرهم. بُص الجمال، هو ده اللي إحنا عايزينه، العلاقات ما بين الشعوب مش عشان ماتش كورة والّا سياسة، إحنا ما نختلفش مع شعوب. الله شايف الجمال بيسلموا عليهم واحد واحد، لعيبة جامدة وطقم ضيافة جامد جدًا في المغرب. متشكرين جدًا، 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 جدًا على الجمال ده، متشكرين لأنكم متعتونا وبتمتعونا بالجمال اللي إحنا شايفينه ده. المغرب دولة جميلة ما تقلش جمال عن مصر ولا مصر تقل جمال عن المغرب. بنشكركم جدًا، جدًا على الضيافة الجميلة دي، وإن شاء الله نوصل للنهائي إحنا وأنتم، واللي يفوز إن شاء الله هو الأفضل بإذن الله. لعب شريف، لعب جميل، و نفوز. بُص الاستقبال، بُص ماشيين إزاي، بُص الحراسة، بُص الحراسة وطاقم الترحيب. الله أكبر، هو ده الكلام، هو ده الكلام. وإحنا علاقتنا بالمغرب علاقة الرئيس السيسي والملك المغربي في منتهى الجمال، والشعبين ده عندنا مصريين كتير جدًا متجوزين مغاربة، والشيء جميل ورائع، نسب